عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نسمي الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة لذيذة وخفيفة وسهلة قوي وكل ولادنا بيحبوها وبيطلبوها. هنعمل مع بعض الرز بلبن. هنعمل رز بلبن حلو جدا، أحلى من أبو وفيق وأحلى من كل المحلات اللي بتتباع فيه جاهزة، وهيعجبكم جدا إن شاء الله. ويلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. هنا معايا حلة هحط فيها، أنا معايا كوباية ونص رز، منقياهم غسلهم كويس جدا ونقعهم شوية اهو، نحطيهم كده. معايا هنا 3 كوباية ونص رز مغسولين ومتنقيين ومنقوعين شوية. هحط عليهم بقى المية، كوباية ونص هحط عليها يعني حوالي 4 كوبايات مية. ادي 1 2 3 4. معايا 4. هسيبهم بقى كده، هغطيها واسيبها. انا عايزاها يعني تستوي جدا، يعني عايزه الرز يستوي جدا جدا جدا. تمام، هسيبهم بقى على النار كده. الرز بتاعي اتشرب اهو، وانا اول ما لقيته قرب يتشرب بقيت اقلب فيه كده علشان ما يلسعش منك. لازم يبقى ايدك فيه عشان ما يتلسعش، لو اتلسع هيعمل طعم مش حلو وريحه مش حلو. تمام اهو. دلوقتي هحط له ايه؟ اللبن. انا غاليه 2 كيلو لبن، وحطه ممكن تجيبيه فريش ومن غير ما تغليه وتحطيه، هيبقى احلى على فكره. بسم الله. اقلب فيه كده بقى. الرز بتاعي طبعا ايه، انا مسوياه كويس، بس هو بيكلكع شويه كده وانتي بتحطيه عشان هو ايه في السوا لازق في بعضه، فلازم تفكيه من بعضه كده بالتقليب اهو. شايفين اهو. دلوقتي هحط السكر. طبعا السكر على حسب بقى ما انتي بتحبي حلو، بتحبيه ماسخ، بتحبيه مظبوط. انا هحط ادي كوبايه سكر واقل من نص كوبايه. تمام، ظبطي سكرك زي ما انتي عايزه كده. هقلب بقى كده وهسيبه حوالي 10 دقايق على النار، وبعدين ارجع له تاني. هو غلي معايا، انا سبته حوالي 10 دقايق كده يغلي مع نفسه، بس ايدي فيه عشان ما يلسعش مني. دلوقتي انا هحط ايه، حوالي 3 معالق قشطه من قشطه لباني بقى، لو عندك هتبقى حلوه قوي، لكن دي قشطه الوش اللبن، يعني وش اللبن اهو. هقلبها كده عشان تدوب. على فكره بتديله طعم حلو جدا جدا وريحه حلوه قوي. يعني انا مش قادره اقول لكم، انا ما حطيتش عليه اي حاجه غير السكر والكريمه، يعني الريحه طالعه تحفه. هدوبها بقى كده. وهعمل ايه تاني، هجيب بقى معلقتين نشا او معلقتين ونص نشا على معلقتين كبار، يعني انا بصي قولي 3 معالق نشا على 3 معالق كريم جانتيه على 3 معالق لبن باودر، وهنحط كل دول على بعض ونخلطهم بشويه لبن، بربع كوبايه لبن كده او نص كوبايه لبن او ميه، يعني ما عندكيش لبن بالميه. تمام، بس انا بحب احط طبعا القشطه الاول. انا موطيه مهديه النار. هعمل بقى الخلطه دي كده على بعض اهي قدامكم. اهي ادي معلقه كريم شانتيه، معلقتين حوالي 3 مليانين، يعني هرميين كده زي ما بيقولوا. وادي معلقه لبن بودر 2، برضو نقول 3 هرميين.
والنشا ادي 1 2 برضو حاطة 3 كبار. هدوبهم بقى كل دول في شوية لبن وارجع لكم. كده بقى ايه، هنحط الخلطة بتاعتنا الجبارة. بسم الله. وايدي بقى فيها كده بسرعة. اهي. بسم الله بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا ابتدى يتخن ازاي معايا، شايفين كريمي ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بقى ايه، نحط الفانيليا. اخر حاجة بتحطيها هي الفانيليا. فانيليا وتغلي غلوة وخلاص. هي كده ايه، يغلي بس، انا عايزاه يغلي معايا. انا يا جماعة بصراحة مش عارفة اشكر ريناد بنت اختي ازاي، هي اللي كل مرة بتقف تصورني لما ولادي بيبقوا مش موجودين. انا بشكرها من خلال الفيديو، وربنا يخليها ليا يا رب وينجحها ان شاء الله باذن الله، وتطلع باعلى مجموع ومن الاوائل باذن الله. كده خلاص، انا كده هطفي عليه بس كده خلاص. كده احنا خلصنا. هغرف بقى معاكم اهو. بسم الله. في اطباق بقى، في كاسات، اللي عندك طلعيه وغرفي فيه. وفي الاخر كده انا خلصت دي الكميه كلها. طبعا الاطباق اللي ورا دي علب انا حطاها عشان هبعتها لاخواتي يعني، حطاهم في علب كده من البيت، عندي علب التلاجة والباقي ده بتاع البيت عندنا. طبعا انا عملت مهلبيه جنبها، بس طبعا ما صورتهاش، انا صورتها معاكم قبل كده في فيديو عندي بالمهلبيه للناس اللي ما بتاكلش الرز بلبن. ويا رب تعملوه بطريقتي وتعجبكم بإذن الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. واشوفك الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.